النهاردة هنتكلم عن محمد سعد وفيلمه الجديد الدشاش. الفيلم ده هيكون نقلة كبيرة في مسيرة الفنان، لأنه بيقدم فيه شخصية مختلفة تماما عن اللي اتعودنا عليها، زي عوكل واللمبي وخالته قطاطة والشخصيات اللي دايما محمد سعد كان بيعملها. محمد سعد رجع لنا في فيلم الدشاش بيجسد فيه دور بلطجي عنده أعداء كتيرة وما بيخافش من حد، لكن حياته بتتقلب لما بيتعرض لأزمة كبيرة وبيحاول يغير من مسار حياته وبيبعد عن الطريق الغلط. فهل هيقدر ينجح في التغيير ده؟ والفيلم اللي معانا النهاردة أو فيلم الدشاش لمحمد سعد بيجمع بين كوكبة كبيرة من النجوم، منهم زينة اللي بتتعاون مع محمد سعد للمرة التانية بعد فيلم بوشكاش، وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ونسرين طافش. يعني احنا في انتظار أداء تمثيل عالي جدا ومميز. الإخراج من توقيع سامح عبد العزيز والتأليف لجوزيف فوزي. الفيلم هيكون في دور العرض المصرية يوم 1 يناير، وفي باقي الدول العربية يوم 15 يناير. يعني في بداية السنة الجديدة هيكون في جرعة دسمة من الكوميديا والدراما. البرومو بتاع الفيلم نزل من كام يوم ولقى تفاعل كبير جدا من الجمهور، والناس متحمسة تشوف محمد سعد في دوره الجديد ومختلف، وبيسألوا إذا كان الفيلم ده هيكون عودة قوية ليه بعد غياب طويل ولا هتكون. فياريت تقولوا لنا ايه رأيكم في عودة محمد سعد في فيلم الدشاش؟ متحمسين تشوفوه؟ اكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم وآرائكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا للمتابعة، نشكركم ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.